مندي فخم بالدجاج بريحة الزعفران وطعم البهارات اللي بياخدوا العقل. في عندي دجاجتين منزوعين من الجلد، بعمل فيه شقوق بالسكينة من زعفران شعر، ننقعها بملعقتين كبار من المي السخنة. نحتاج لملعقة صغيرة مليانة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الكركم، نص ملعقة صغيرة من بهار المندي، نص ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، ملعقتين صغار من الملح، رشة صغيرة من لون صفار البيض. وبنحتاج كمان لثلث كوب من الزيت النباتي، وبنسكب فوقهم الزعفران يلي كنا ناقعينه بالمي. بنحط الدجاج وبنغلف كتير منيح من الطرفين. في عنا كوبين من الرز البسمتي، الحبة الطويلة رز هندي، نغسلها كتير منيح. بنحط 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي وملعقة كبيرة مليانة من السمنة أو زبدة الحيوانية. بدنا نفرم بصلة كبيرة لمكعبات صغيرة وننزل البصل فوق الزيت والزبدة. في عنا حبتين من الفلفل، بهارات الصحيحة 3 من ورق الغار، حبتين من اللومي، نص ملعقة صغيرة كمون حب، نص ملعقة صغيرة كزبرة حب، عود قرفة، نص ملعقة صغيرة قرنفل، ملعقة صغيرة هيل. وبنضيف الملح ملعقة صغيرة ونص. وهلا بنضيف الرز وبنضيف كوبين ونص من المي. بغطيها كتير منيح بورق القصدير، ثقبتها بعود خشبي. وبنرتب الدجاج مثل ما واضح عليكم. بندخلها فرن الحامي على حرارة 200 درجة مئوية. شايفين فلفلة الرز أو فحمة مولعة. وبهذا الشكل الدجاج والرز أخذوا من نكهة الفحم. ومنزينها باللوز المقلي والزبيب. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة رح تلاقي كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف.